يا ساتر! مفاجأة من العيار الثقيل والثقيل جدًا يفجرها الهلال، قنبلة مدوية ضربت في الميدان الرياضي يا حبيب قلب أخوك، الساطي عبد الرزاق حمد الله المنتقل من النصر إلى الاتحاد ثم إلى الشباب يطير إلى كأس العالم للأندية مع الهلال، في ضربة كانت فعلًا ضربة معلم من الهلال، عرف الهلال فعلًا يضع يده على قناص، على لاعب مهم ومهاجم قوي جدًا ومن طراز عالي ورفيع. يقدر يستخدمه في كأس العالم بسبب إصابة المهاجم الأساسي مع الهلال. عبد الرزاق حمد الله الأسد المغربي أسد الأطلسي أصبح هلاليا على سبيل الإعارة. بغض النظر عن كيف انتقل عبد الرزاق حمد الله وفترة الانتقال وتقديمها وتأخيرها، خلينا نتكلم فقط عن فائدة الصفقة رياضيا لنادي الهلال في بطولة كأس العالم للأندية الأبطال. انتوا عارفين ان الهلال قاعد يعاني بسبب خانة المهاجم، مرة يعتمد على مالكم، على سالم، ليوناردو، ولكن مش هو برضه القناص اللي تحطه داخل ال18 يلسعك بكرات، يقدر من أنصاف الفرص يصنع أو يخلق أهداف يسجلها. عبد الرزاق حمد الله بالتخصص هو أفضل أو أحد أفضل المهاجمين اللي مروا على تاريخ كل دوري المحترفين السعودي في فترته الأخيرة وفترته الأولى. عبد الرزاق حمد الله الجلاد والصادي يلسعك داخل منطقة ال18، وفعلا كان الاختيار الموفق. أنا هنا قاعد أتكلم عن الاختيار، قاعد أتكلم عن فائدة اللاعب، لا بتكلم عن كيف كان يتم محاباة نادي على حساب الآخر، مد فترة تعجيل فتح فترة، ولا الكلام حتى عن تعجيل فتح فترة الانتقالات. خلينا نتكلم عن انتقال عبد الرزاق حمد الله مهاجم نادي الشباب من الشباب إلى الهلال على سبيل الإعارة، وأعتقد هذه الإعارة راح تنتهي بنهاية بطولة كأس العالم للأندية. عبد الرزاق حمد الله أتى ليحل بديلا لمتروفيتش أو يحل مشكلة متروفيتش الموجودة في نادي الهلال. الهلال بيعاني جدا رغم كل المستويات القوية والمرعبة اللي قاعد يقدمها في كأس العالم، واللي ما قدمها أي فريق عربي في تاريخ انطلاق بطولة كأس العالم. وفي النسخة الأصعب ومع 32 فريق، الهلال قاعد يقدم ملحمة كروية فعلا يرفع لها العقال أو ترفع لها القبعة. الهلال يشرف الوطن العربي بالكامل بهذا الأداء والمستوى، وضع عنوان عريض جدا: الدوري السعودي خط أحمر لا يمكن منافسته لا عربيا ولا آسيويا ولا أفريقيا، بل هو قادر أنه ينافسك عالميا ويضرب أكابر الفروق. مليون مبروك، اختيار موفق وعمل إداري غير عادي وغير مسبوق وغير متوقع من الجميع. أكبر الهلالية ما كان يتوقعوا أبدا هذا الانتقال السريع والمباغت والمفاجئ وقوي جدا، والاختيار السليم والموفق لأحد أفضل المهاجمين العرب على مستوى العالم، الجلاد والساطي عبد الرزاق حمد الله. مليون مبروك لعبد الرزاق حمد الله مشاركته في كأس العالم، تمثيل نادي الهلال، والجائزة الأكبر هي لنادي الهلال بالاختيار الموفق لهذا اللاعب المهم. وصلنا للنهاية، لا تنسى انك تصلي على النبي وتضغط لايك، تشترك بالقناة لو ما كنت مشترك، وسلام.